السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. يعني ما ادري شنو جاي يصير بالعراق العظيم. مع تقدم العلم العراق ايضا لازم يتقدم بشيء، واللي هو طيحان الحظ. الذكاء الصناعي تطور خصوصا بهذه السنين الاخيره، ومع تطوره الناس بدات تستخدم الكثير من الاشياء مثل تشات جي بي تي اللي جابك على اي شيء، او حتى ممكن يكتب لك كود برمجه باي لغه مثل بايثون او سي بلس بلس، او برامج ثانيه تصنع لك اشخاص يحجون ويسولفون وبصوتهم الاصلي، بس هم اصلا ما سووا هذا الشيء بالواقع، وهذا الفيديو اصلا ما موجود، اللي هو الديب فيك. او حتى يصنع لك اغنيه كامله بصوت فيروز او اي شخص تحبه كمغني مشهور او غيره، وانت تختار الكلمات. يعني تقدر تجيب صاحبك مثلا تسجله كم فويس وتخليه يغني اغنيه، المشكله تطلع ضابطه احلى من صوته بالواقع. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms it is not. بالعراق الموضوع شوية مختلف. مثلا عندك بالعراق بوت يكشف لك معلومات المواطنين بالعراق كليته حرفيا، حتى من ضمنه كردستان اللي هي اصلا وزارة مختلفة عن الوزارة الموجودة ببغداد وغيرها. تكتب لك اسم صديقك الثلاثي على سبيل المثال، ويطلع لك اسمه وفصيلته وحتى راتبه الشهري ووين سكن واسم اخته واخوه والعائلة الكريمة كلها، وهالشي راح يسبب تهديدات بشكل كلش كبير. بالفترة الأخيرة نزل بوت جديد على برنامج تليجرام، عن طريقه تقدر تجيب صوت اي شخص وينزعها حرفيا كل شيء. يعني تجيب صورة صديقك وسلم لي على الفضايح. المشكلة اكو اشخاص تجيب صور بنات وقدرت تسوي هذا الشيء. تخيل الضرر اللي راح يصير لها من قبل اهلها اللي اصلا ما يعرفون شنو بوت او ذكاء اصطناعي او اي. حتى اكو كم عشيرة ممكن بس يشوف هذه الصورة يقتلوها للبنية حرفيا. فرجاء يا عزيزي المشاهد لا تستخدم هذا البوت لاسباب مثل التهديد او غيرها، لان الله لا يترك اي ظالم، والحساب عند الله لا عندي ولا عند غيري. مثل ما انت ما تقبل على اختك هذا الشيء او امك، فاكيد هذه البنية ايضا اهلها ما راح يقبلون هذا الشيء. وادري الفيديو كلش قصير، ان شاء الله الفيديوهات القادمة راح تكون اطول باذن الله. وهذا كان فيديو اليوم، مع السلامة.